لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. السبب الحقيقي لوفاة الممثل نيكلاس بريندون أحد أبرز نجوم مسلسل بيوفي. وفاته اليوم السبت 21 مارس عن عمر يناهز 54 عام. وقد عاد الخبر اسم الفنان إلى الواجهة خاصة مع ارتباطه بشخصية زاندر هاريس التي شكلت علامة فارقة في مسلسلات التسعينات. وبين تفاصيل وفاة المفاجأة ومسيرته الفنية الحافلة يعود الاهتمام مجددا بحياة نيكلاس بريندون بما فيها من نجاحات وتحديات صعبة. أعلنت عائلة نيكلاس بريندون خبر وفاته في بيان رسمي نشر عبر حسابه، ما شكل صدمة لمحبيه حول العالم. وعبرت العائلة عن حزنها العميق لفقدانه، مؤكدة أنه كان شخصا مليئا بالشغف والإبداع وترك إثرا واضحا في حياة ما يعرفوه. بحسب البيان فإن وفاة نيكلاس بريندون حدثت أثناء نومه لأسباب طبيعية دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية. وأوضحت العائلة إنه كان في الفترة الأخيرة متفائلا ويسعى للاستقرار رغم التحديات الصحية والنفسية التي مر بها في السنوات الماضية. ولد نيكلاس بريندون في 12 أبريل 1971 بمدينة لوس أنجلوس إلى جانب شقيقه التوأم الذي عانى في طفولته وكان يحلم بمسيرة رياضية في لعبة البيسبول، إلى أن إصابة في صراعه دفعته لتغيير مساره نحو التمثيل، حيث وجد شغف حقيقي. شكل المسلسل بوفي نقطة التحول الكبرى في حياة نيكلاس، حيث قدم شخصية زاندر هاريس التي لاقت رواجا واسعة. واستمر عرض المسلسل بين عامي 1997 و 2003 ليحقق نجاحا كبيرا ويصنع قاعدة جماهيرية ضخمة للفنان نيكلاس.